قد نقول أنه الإنجاز بلغة الأعجاز، لكن المرأة المغربية أكدت عبر التاريخ أنها قادرة على الإبداع بلغة الإقناع. ربما أول امرأة في المغرب وفي أفريقيا كتدخل التقنية للمغرب. صحيح. أنا وباش تكون الأمانة علمية مشينا لكوريا، حنا جوج الناس، أنا واحد السيدة طبيبة وواحد السيد معايا. هنا غرفة العمليات، نحن مع الطبيبة حليمة حكم، حكيمة في مجالها الطبي. على اعتبار أن الجراحة لما كنا كنقوم بها عدة عقود مضت، بينت على أن الجراحة كتعطي 95% من العقيدات حميدة. إذن علاش كنا كنفتحوا لهاد الناس؟ واش حسيتي بشي حاجة؟ وحسيتي بشي سخونية ولا هذا؟ لا ما حسيتش بالسخونية. وتغير الصوت ديالك؟ لا. تري بيان. بالتأكيد قبل هذا ما نلجأوا لهذه العملية لابد ما كنثبتوا بأن العقيدة حميدة على الأقل، ماشي على الأقل مرة، كنديروها مرتين. قدوة للمرأة المغربية، ولا بد من التعريف بهذه الإنجازات وبهذه الصور المتألقة لتكون قدوة للنساء حاليا وللفتيات وللجيل المستقبل إن شاء الله. من المصحة انتقلنا لعيادتها بالرباط، مكرمتنا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حاصلة على الدكتوراه في المغرب مع مرحلة دراسية في إطار التبادل الطلابي بفرنسا، وهذا جزء من روتينها اليومية. أنا مريضة بالسكر، متبعة 10 سنين هذه مع الدكتور حكم. ما كتعطينيش ريجيم قاسي، كتعطينا ريجيم ساهل باش نستمروا في العلاج. ومن هذا المنبر كنشكرها بزاف. الدكتورة حليمة بن جلون طبيبة متخصصة في القلب والجهاز العصبي والطب النووي، وجدت عند زميلتها معالم الشفاء. كنتي غادي تستقطعي الجراحة عادة، بقينا بالمراقبة جبرات انه كان كيس في الغده الدرقيه اللي مشى بوحديته. انا ما عمري ما في حياتي ما نسى خيره، لان كانت عندي العمليه صعيبه بزاف وماش ندير حياتي كلها نبقى ناخذ الادويه، ودابا الحمد لله داكشي اللي كان فيا زال. سي ليكسبيرت او ماروك. في الأسرة هناك حكاية أخرى. الدكتورة حليمة تؤمن بأولوية نجاحها في القيام بواجباتها الأسرية، لا يقل ذلك عن أهمية نجاحها المهني. هي أم لبنتين، الأولى طبيبة كأمها والثانية صيدلانية كوالدها. كان من اللازم أنني نقوم بالدعم ديالها من باب تهيئ الظروف الإنسانية والأسرية، وهي نفسها قامت بنفس الدور تجاهي أنا. بالأكثر من هذا أنه في واحد الفترة هي اللي دفعتني وشجعتني باش دخلت للدراسة أخرى في الجامعة وأنا في العمر ديالي 50 سنة. بكل أمانة ما كانش من السهل التوفيق ما بين المهنة الطبيبة وربة بيت. يكذب عليك الانسان يقول لك راه سهل، انما انا تلقيت الدعم من الوالده ديالي كانت عاونتني في الوليدات، وتلقيت كذلك الدعم من الزوج ديالي اللي كان المحفز ديالي في كل خطوه كنبغي نديرها ونزيد لقدام. في الأسرة تكون هناك فرص أخرى للجلوس مع الأحفاد، وهذه إحدى بناتها وزوجها. هذه أسرة مغربية نموذجية جاز لنا الافتخار بها، فإذا كان وراء كل رجل عظيم امرأة، جاز لنا أن نقول هنا إن وراء كل نجاح أسري عظيم امرأة حكيمة ورجل نجيب، والجمع بينهما عنوان من عناوين الجمال والتميز. فشكرا حليمة حكم.